اول ما نلاقيه بقى كده مالي السوق يبقى لازم نعمل منه احلى توبنج توت. النهارده هنعمل مع بعض التوبنج توت طعمه خطير. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف عملناه النهارده ازاي. اول حاجه معايا نص كيلو كده من التوت، ومعايا طاسه على النار او اي كسرونه عندك. هضيف عليها تلت كوبايه كده من السكر او معلقتين كبار كده من السكر، وبعد كده هقلب تقليب مستمر. اهم حاجه النار بتاعتنا لازم تكون هاديه جدا عشان ينزل الصوص بتاعه، وطبعا لازم تقليب مستمر. طول ما انت بتقلبي على نار هاديه هتبداي بقى تلاقيه كده بينزل الميه بتاعته واللون بتاعه الجميل ده. في الوقت ده هديله كده عصير نص ليمونه، ودي يعتبر ماده حفظ للتوبنج بتاع النهارده. برضو هفضل كده مهديه النار بتاعتي مع تقليب مستمر. في الوقت ده بكون محضره معايا هنا نص كوبايه كده من الميه، عليهم معلقه كده من النشا، ومدوباهم مع بعض، ويبقى معانا بالشكل ده. وهنزل بيهم بقى على الصوص بتاعي. تقدري تستخدمي الجيلاتين الحيواني، ولكن النشا افضل عشان ما تبقاش مكتله قوي زياده عن اللزوم. طبعا تقليب مستمر على نار هاديه، في 10 دقايق هتكوني مجهزه احلى توبنج توت. طعمه يا جماعه خطير بجد. هتشوفيه دلوقتي المرحله اللي انا هوصلها ويبقى معانا بالشكل ده. مفيش احلى ولا اجمل من كده، واحلى مليون مره من اللي بنشتريه من بره. وبكده يكون جاهز معانا احلى توبنج توت خطير. طبعا هنفضيه هنا في اي بوله عشان يبرد كده معانا ويبقى معانا بالشكل ده. طعمه وريحته خطير، اللون بتاعه شكله يفتح النفس. ده بقى نستخدمه بقى في حشوات تورت تستخدميه. تشيز كيك، نعمل منه ايس كريم توت، طبعا لازم نستغله الفتره دي جدا. هنعمل منه حاجات كتير حلوه، اتمنى تجربوه. وصفه سهله جدا وسريعه. واحفظوا الفيديو عندكم عشان هتحتاجوه الفتره الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير في وصفات تانية جديده.